لو في حكمة هقولها لشعب مصر، الناس اللي طلعان عينيها وغلاء وجوع ومصاريف متلتلة مش ملهاش أي آخر، مصاريف العيال، الدروس، المدارس، الظلم، الافتراء، حتة واحد بدبورة كده ولا بنجمتين من التنين كده ممكن يقل أدبه عليك يهينك، نجمتين ليه ممكن حتة صول بأي كيو كنبة يهينك وما تقدرش تفتح بقك. المهم يعني اللي أنا عاوز أقوله لك من الآخر، ما تخليش عرس شبعان يقول لك اصبر على الجوع. تصبر على الجوع ليه؟ ما هو شبعان، هو شبعان. ليه تقول لي اصبر على الجوع وانت شبعان؟ بعدين يقول لي طب انت مثلا بتتكلم من بره مصر، انزل بره، انزل مصر واتكلم. ايوه انزل مصر واتكلم واتحبس، ها؟ خلاص ما تكلمش وتحرض الناس من بره وانت عايش في الامان ما انا كده ابقى معرس شبهك. ما هو ده تعريف المعرس، اللئيم، الجعان، اللي ما صدق الشبع ونسي الناس الجعانه وتعبانه وطلعان عينيها. ما انا كنت في نفس الوضع ده ومحدش يعني قادر يتكلم ومغلوب على امرهم. ايه بقى؟ يا انزل واتحبس او اخرج بره واسكت، او اخرج بره واسكت بقى واعيش حياتك يا عم وانزل بقى مصر وبتاع واروح اسكت بقى في اسمها ايه، بالم هيلز ولا مش عارف اسمها ايه الحاجه، والقطاميه مش عارف ايه، ومدينتي والمناطق ديت. معلش انا خارج صغير يعني شويه، مش ما وعدتش قوي على الحاجات دي، بس اسمع عنها، بيجي لي اعلانات كتير عليها بيقول لي تحب تسكن في بالم هيلز، تحب تعيش في القطاميه. ما هو بيعملوا اعلانات بيستهدفوا فيها الناس اللي عايشين في اوروبا، يقول لك بقى معاهم فلوس بقى ويروحات وينزل يعيش عادي هناك ويسكن، وده حقيقي. بس انا هنزل اعيش مع مين؟ في انهي مجتمع؟ في انهي مجتمع؟ مجتمع الغني فيه كده والفقير تحت خط الفقر، والغني بيقول للفقير اصبر عشان بلدنا، الله بنحبك يا بلدنا، يا بلدنا يا جميلة مصر، الجيش والشرطة ايد واحدة، الجيش والشرطة والقضاء والاعلام، علية الأم اللي عايشين حياتهم وعايشين في أحلى أماكن وعيالهم بيروحوا أحلى مدارس. بس أنت يا فقير يا غلبان خد المخدرات الوطنية القومية دي عيش بيها، عيش بيها عشان تفضل ساكت واحنا نفضل عايشين في المناطق الحلوة دي. فأنت بقى اللي بتقول لي اسكت، بص مش هتلاقي واحد يقول لي ما تتكلمش وخليك في حالك واحنا عايشين كده حلوين إلا واحد عرس شبعان بيقول للناس تصبر على الجوع، لأنه هو خايف. ما هو لو حصل ثورة وبقى في كرامة ومساواة وعدل، هو مش بيحبش كده، هو عايز يبقى عايش فوق كده ويتمتع كل الحاجات الجميلة في الحياة دهيت، وشايف إن في ناس طالعان ميتينها تحت خط الفقر. إيه ده خط الفقر يعني؟ ده غاصه تحت خلاص. فيا صاحبي ما تصبرش على الجوع، ما تصبرش على الجوع، ما تصبرش على الجوع.